السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناة مريم عروب. اليوم بإذن الله غادي نوجدوا مع بعض الفول السوداني بطريقتين مختلفتين، مملح وأيضا معسل. نتابعوا معايا الفيديو وندوزوا إن شاء الله المكونات. أول شيء غادي نحتاجوا 500 غرام من الفول السوداني بحجم كبير. يمكن لكم تستعملوا حتى الفول السوداني اللي البلدي أو الحبات ديالو صغار. نوضعوا نصف الكميه 250 غرام في صفيحه الفرن وندخلوها الفرن اللي مسخن من قبل على 160 درجه، والنار من الفوق ومن التحت. ودائما مع التحريك المتواصل مره نحركوه وما نغفلوش عليه حتى يتحمر. وفي هذه الاثناء ندوزو ان شاء الله باش نوجدوا الكاوكاو معسل. ناخذ مقلاة غير لاصقه، غادي نوضع فيها كاس من سكر حبيبات، ضفت ليه نصف كأس من الماء عادي من الصنبور، رشة ملح باش نصحو الذوق، ثم غادي نضيف الكمية المتبقية اللي هي 250 غرام من الفول السوداني. وانتم الكمية بطبيعة الحال مستعملة على حساب الكمية اللي نتوما بغيتو او على حساب الافراد اللي غادي يتناولوا. نحرك المكونات مع بعض شويه وغادي نوضعها على نار متوسطه. في هذه الاثناء غادي نستغل الوقت وغادي نوضع ورق الطبخ فوق سطح العمل، وغادي ندهنو برشه من زيت المائده هكذا باش ملي يتعسل لي الفول السوداني غادي نفرغو مباشره فوق منه. غادي ندهن البابي ديالي كامل، وفي نفس الوقت راني ما كنغفلش على الكاوكاو ديالنا وهو فوق النار، مره كنحركوه تماما كيف كتلاحظوا معايا. غادي تذوب لينا السكر سنيده مع الماء، وكنبقاو نحركوه مره باش ما يكولش لنا القشكوشه. والنار دائما متوسطه حتى كيبدا يتبخر لينا الماء كامل، وكنحسوا بالكاوكاو بدا كينشف. ونحصلوا على القوام ديال الخليط يكون بهذا الشكل هذا. الان غادي ننزل من الحراره ديال النار، يعني غادي نخلي على نار مهيله حتى يعاود يذوب السكر كامل وغادي يصبح كراميل، وغادي يتعسل لينا على الفول السوداني. ودائما مع التحريك المتواصل وحنا كنقلبوه مره حتى نحصلو تماما على كراميل بالشكل التالي معلق كيف كتلاحظوا معايا. الان غادي نتسنى عليه 2 دقائق مضبوطه، وغادي ننزلو من على النار. ريتما يزيد يتعلق ليا على الفول السوداني. وبطبيعه الحال ما كنغفلوش على الكاوكاو ولا الفول السوداني اللي وضعناه في الفرن، ضروري مره كنقلبوه. الان غادي ننزلو من على النار وغادي نفرغو مباشره فوق ورق الطبخ اللي وجدت من قبل. نفرغ بسرعه ونحاول نفرق الحبيبات على بعضها. كنعتذر على سوء الاضاءه هنايا، غادي يبان لكم بحال راه محمر بزاف، ولكن غير مع الاضاءه فهو راه جا معسل، لونو كاراميليزي، ما محروق ما والو، جا لذيذ بزاف
وفيه لذة الكراميل الرائعة. انا غادي نحاول نفرق كل حبة على اختها تقريبا ونتسنى عليهم حتى يبردوا، وان شاء الله نفرقهم مازال اولا نكسرهم. غادي نخليه يبرد وندوزو الكاوكاو ديالنا اللي نزلنا من الفرن، فتماما كيف كتلاحظوا معايا راه تقلا ولا محمر. غادي ناخذ حوالي ربع كاس او نصف كاس من الماء، نضيف ليه معلقه صغيره مملوءه من الملح، وغادي نحرك الخليط شويه حتى تذوب لي ديك المليحه. ثم غادي نبدا نهز من داك الخليط او المحلول المملح، وغادي نبدا نسقي به اولا نفزق به. هذا الكاوكاو هو سخون هكذا باش كتيبس عليه المليحه وكيتشربها. والفرن في هذه الاثناء لازال شاعل على نار مهيله اللي كنا طيبناه عليها، يعني 160 150 درجه. نحاول نفزق الكاوكاو بهذه الطريقه هذه، ونهز المليحه من التحت هكذا، ونرش غير كميه معقوله، ما نرشوش بزاف حتى يفزع كامل، ونحسوا بان كل حبه تلبسات بالماء المملح. وغادي نعاود نبسطو كيف ما كتلاحظوا معايا، وندخلوه الفرن 2 دقائق بالضبط، وغادي نخرجو. خليكم معايا ان شاء الله تشوفوا النتيجه. فوالا بعد ما خرجتو يبسات عليه المليحه، فكيجي بالشكل التالي تماما كيف ما كناخذوه عند موز الزريعه. وهذا هو الشكل النهائي ديال الحبات ديال الكاوكاو ديالنا اولا الفول السوداني المعسل والمملح بطريقه جد سهله. نتمنى تجربوها، ونتمنى ان الفيديو اليوم يكون نال اعجابكم. وبطبيعة الحال إلا عجبكم الفيديو اليوم ما تنساوش لايك وبارطاجيو الوصفة مع الأهل والأحباب. وإلى اللقاء إلى فيديو لاحق بإذن الله.